ازيكم؟ دي بسطرمة عراقي معمولة بطريقة سهلة جدا، اقرب ما يكون للبسطرمة. هنعملها بطريقة سهلة ان شاء الله، وهقول لكم على التريكات اللي تظبطها جدا وتوصلنا لاقرب طعم. وعايزة اقول لكم مش هتاخد معانا في التجهيز حوالي 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، بجد بتطلع حرفيا تحفة. يلا بينا نحضر معانا نص كيلو لحمة مفرومة، وهنا راسين توم، دول كانوا صغيرين. ولو الراس كبيرة هستكفى براس ونص بس. طيب انا هقول لكم انا حطيت 25 فص توم صغيرين. تمام، بالظبط كده. ما تتخضيش من الكمية، واعملي بس نفس المقادير اللي انا حطاها. ده التوم انا دقيته لوحده عشان اتاكد برضو ان اتفرم تمام. وهنزل هنا بنص كيلو لحمه مفرومه، يفضل تكون حمرا خالص، او لو فيها نسبه دسم تبقى بسيطه خالص. هنا بقى معلقتين حلبه كبار، معلقه كمون صغيره، معلقه فلفل اسود صغيره، ومعلقه توم باودر، ومعلقه ملح صغيره، وبابريكا عاديه حاطه منها معلقه كبيره. دي بديل اللون اللي بيتضاف للبسطرمه، لكن لو عايزه تضيفي لون صناعي زي ما انت حابه. انا حبيت احط البابريكا وعجباني النتيجه بتاعتها جدا. حابه تضيفي فيه الوان طبيعيه بتضاف بتجيبيها من السوبر ماركت الكبير. تمام. هبتدي بقى هنا بعد ما ضربتها كويس جدا، هبتدي اول حاجه بس تركايه حلوه كده، دخليها في التلاجة نص ساعه ساعه كده، هتلاقي الطعم كله تجانس كويس. وببتدي اقسمها على اكياس تلاجة. تمام. ودي اسهل طريقه هتعمليها بيها. جربت طرق كتير، واحلى حاجه هتعمليها بيها بالنشابه. حطيها في اكياس تلاجة، وحاولي تحطي الكيس يبقى فيه كميه صغيره عشان عايزينها رقيقه جدا. تمام. فببتدي اقسمهم على الاكياس بكميات متساويه، وهبتدي افردها معايا بالنشابه. في الاول هتبقى رخمه كده بسيط، لكن بعد كده تتفرد معايا بطريقه سهله خالص. تمام. وهبتدي بقى بعد ما اخلص الكميه بتاعتي هقول لكم على التركايه اللي تخليكي وانتي بتاخدي منها تكون سهله جدا في التقطيع. بس امشي على خطواتي مظبوط، ان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطه جدا. هي سهله قوي وبسيطه، بس لو انتي يعني جودتي في التوابل او في الثوم لا الطعم مش هيظبط. تمام. ده اظبط طعم وصلت له الحمد لله بعد تجارب كتير فيها، رغم انها سهله جدا وبسيطه. تمام. ابتدي بقى اهو بالنشابه، حاولت افرد لبصي لسمك رقيق خالص، وهبتدي اظبط الجزء الاخير ده علشان شكلها يطلع متساوي. مش حابه بقى تظبطي التفانين اللي انا بعملها دي، عادي براحتك. انا بعد ما اخلص الكميه كلها هجيب معايا سكينه، وبظهر السكينه مش السن، لا ده ظهر السكينه، وابتديت اقسم البسطرمه بتاعتي على حسب الحجم اللي انا حباه. وحاولي ما تصغريش حجم القطعة. لو انت حابة بعدين ان انت تقطمي منها تمام، لكن حاولي ما تصغريش حجمها لان هتكش معاكي برضو، اعملي حساب ده. تمام. وعلشان تتجنبي انها تكش معاكي، حاولي ان تكون اللحمة المفرومة ما فيهاش نسبة دسم، طب فيها تكون بسيطة قوي. تمام. ما تكونش نسبة الدسم فيها عالية عشان ما تكشش معايا. وعايزة اقولك انك ممكن تستعملي منها في نفس اليوم. انت هتدخليها الفريزر 3 4 ساعات هتمسك معايا، هنبتدي نستعمل منها. عايزه اقول لكم دي الكميه كلها 4 اكياس، حلوه جدا موفره، عارفين عاملينها ازاي، لذيذه وهتعجبكم ان شاء الله. وعايزه اقول لكم ان عملت منها في نفس اليوم بيض بالبسطرمه، طلعت مظبوطه جدا، طعمها حلو وريحتها روعه. وعملت منها بيتزا في يوم تاني هوريكم شكلها، بس كانت طالعه البيتزا جميله جدا، وريحه البسطرمه فيها حلوه قوي. فان شاء الله هتلاقوا الطريقه بتاعت البيتزا دي لو انتوا عايزين تجربوها، لو عجبتكم هتلاقوها على القناه. وجربوا البسطرمه العراقي بالطريقه السهله دي، وقولوا لي في التعليقات بعد ما جربتوها ايه الاخبار. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.